عاجل وصدمة للجميع. شاب مغربي يزلزل إسبانيا بعمل بطولي ويوجه صفعة قوية للمتفرجين. زلزال يهز مواقع التواصل. شاهد لحظة انهيار سيدة إسبانية وتدخل أسطوري لشاب مغربي. صدمة أذهلت العالم. شاب مغربي يخاطر بحياته في إسبانيا وفضيحة وعار لمن اكتفوا بالمشاهدة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا هلا ومرحب بكل متابعينا الغاليين في حلقة جديدة نارية. قبل ما نبدأ في تفاصيل الكارثة والحدث اللي قلب الدنيا، خلونا كلنا نكسب ثواب ونعطر أفواهنا بالصلاة على حبيبنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم في التعليقات. يلا يا أبطان، انزلوا دلوقتي حالا، اخبطوا لايك متين للفيديو واشتركوا في القناة لو لسه مش مشتركين، وفعلوا جرس التنبيهات عشان يوصلكم كل جديد وحصري من قناتكم اللي بتكبر بيكم وليكم. تخيل معايا اللحظة دي، ثواني معدودة بتفصل بين الحياة والموت. ناس كتير واقفة تتفرج، كاميرات بتصور، وصمت قاتل بيسيطر على المكان. هل ممكن في لحظة زي دي يظهر معدن الإنسان الحقيقي؟ هل تتخيل إن شخص واحد بس يقدر يغير مجرى الأحداث ويتحول لأسطورة حية في ثواني، في الوقت اللي العشرات واقفين يتفرجوا كأنهم في السينما؟ خليكم معانا وتابعوا الفيديو للنهاية، لأن القصة اللي معانا النهاردة هتحبس أنفاسكم. قصة بطلها شاب عربي مغربي قلب الموازين في إسبانيا وعمل اللي عجز عنه الميهات. جاهزين للصدمة؟ يلا بينا للتفاصيل. في واقعة إنسانية هزت الرأي العام وأثارت ضجة غير مسبوقة في إسبانيا وعلى كل منصات التواصل الاجتماعي، برز اسم شاب مغربي شجاع قرر أن يخاطر بحياته وبكل ما يملك عشان ينقذ سيدة فقدت الأمل وكادت أن تفقد حياتها أمام أعين العشرات من البشر. القصة يا سادة بدأت في يوم عادي جدا، لحظات هادية والناس بتتمشى وتتجول بالقرب من أحد الجسور، اللي بيمشي في هدوء واللي واقف بيتأمل جمال المكان، ولا أحد يتوقع الكارثة اللي حتحصل بعد ثواني. ولكن فجأة وبدون أي مقدمات وقع ما لم يكن في الحسبان. سيدة إسبانية بتفقد توازنها بالكامل وبتسقط بقوة في المياه الباردة. في الثواني الأولى المشهد كان غامض، وكثير من الحاضرين لم يدركوا حجم الكارثة أو خطورة الموقف اللي بيحصل قدامهم. لكن بعد لحظات قليلة جدا الصدمة سيطرت على الجميع. السيدة لا تجيد السباحة نهائيا، بدأت تصارع الموت حرفيا، تحاول التمسك بأي شيء حولها، بتتحرك بعشوائية تامة وذعر داخل المياه في محاولة يائسة للنجاة بحياتها. وهنا نيجي للصدمة الكبرى والجانب المظلم من القصة. ماذا فعل الموجودون على الجسر؟ هل تدخلوا؟ للأسف وقفوا في حالة من الذهول والارتباك والصدمة. البعض طلع تليفونه وبدأ يصور الكارثة وكأنها فيلم أكشن، والبعض الثاني اكتفى بالمشاهدة والفرجة، وربما اعتقدوا بكل برود أن شخصا آخر سيتدخل لإنقاذها. انسحاب تام من المسؤولية الإنسانية. وسط كل هذا التخاذل ظهر البطل. في وسط هذا الانهيار الإنساني كان هناك بطل حقيقي يقف بين الحاضرين، شاب مغربي أصيل لم يتردد لحظة واحدة، لم ينتظر مساعدة من أحد، ولم يفكر طويلا في الخطر المميت اللي ممكن يتعرض له. كل اللي شافه بعينيه هو إنسانة بتصارع الموت وتلفظ أنفاسها الأخيرة. وفي لحظة حاسمة وتاريخية اتخذ القرار الصعب. قفز الشاب المغربي فورا وبدون أي تردد إلى المياه العميقة لينقذ السيدة، غير مبال بأي خطر قد يواجهه. ذكاء واحترافية تفوق الخيال. لكن المفاجأة هنا يا جماعة ما كانتش بس في شجاعته، لا، ده الذكاء والاحترافية كانوا حاضرين وبقوة، زي ما أظهرت الفيديوهات اللي انتشرت كالنار في الهشيم. الشاب ده ما قفزش وخلاص، بل قام بقلب السيدة على ظهرها وهي في المية. ليه عمل كده؟ دي حركة احترافية وسر من أسرار المنقذين المحترفين، لأنها بتساعد الغريق على الطفو فوق سطح الماء والتقاط أنفاسه. لو كانت السيدة فضلت في وضع عمودي كان وزن جسمها وملابسها المبللة حيسحبها للقاع ويؤدي لغرقها فورا، لكن لما تكون مستلقية على ظهرها المية بتساعدها تفضل طافية. وده بالضبط اللي نفذه بطلنا المغربي بمنتهى الهدوء والتركيز والثبات الانفعالي. صفعة للمتفرجين.
قام بإسنادها بحرفية، خلاها تطفو وبدأ يسحبها ببطء شديد نحو مكان أكثر أمانا. ورغم أن السيدة كانت ثقيلة ومحملة بملابسها الكاملة اللي شربت المية، الشاب سيطر على الموقف بمهارة فائقة. وفي اللحظات العصيبة دي تخيلوا إن عشرات الأشخاص لسه واقفين على الجسر بيتفرجوا بيصوروا الفضيحة، ومفيش ولا واحد فيهم فكر ينزل المية يساعده. الإنقاذ والنهاية السعيدة. ورغم كل هذا الخذلان، بطلنا المغربي لم ييأس وواصل محاولاته المستميتة بدون تراجع. فضل متمسك بالسيدة ليطمئنها ويمنعها من الغرق، محافظ على بقائها طافية، لحد ما وصلت فرق الإنقاذ والشرطة الإسبانية للمكان. جابوا قارب مطاطي عشان يخرجوا السيدة بأمان. وتفتكروا الشاب المغربي دوره انتهى هنا؟ أبداً، فضل في المياه يساعد رجال الإنقاذ ويثبت القارب ويساند السيدة لحد ما صعدت لبر الأمان بسلام. وبفضل هذا التدخل الأسطوري تم إنقاذ حياتها بدون ما تتعرض لأي أذى خطير. وهنا بس الجماهير اللي كانت بتتفرج بدأت تفوق من الصدمة، وبدأوا يشيدوا ويهتفوا للشاب المغربي بطل هذه الملحمة. البعض بيناديه ويحييه تقديراً لشهامته، والبعض بيتحدث عن الموقف بانبهار. الجميع أدرك إن دي مش مجرد حادثة عابرة، ده زلزال إنساني ومثال حي على الشجاعة والنخوة، رسالة وعبرة للتاريخ. الموقف ده يا سادة بيرجعنا لسؤال خطير ومهم جدا: ليه الناس بتتردد في المواقف دي؟ هل هو رعب من الخطر ولا جهل بطرق الإنقاذ؟ يمكن مزيج من الاتنين. لكن في المقابل في معادن أصيلة بتتحرك بدافع الإنسانية والفطرة السليمة قبل أي حاجة. أشخاص ما بتحسبهاش لما تشوف روح بتموت، بل بتتحرك فوراً. والشاب المغربي أثبت إنه من أندر هؤلاء الرجال. في لحظة كانت هتتحول لمأساة، اختار يصنع حياة جديدة لسيدة كانت بينها وبين الموت ثواني معدودة. السيدة دي عمرها ما هتنسى اليوم ده، وهتفتكر دايما إن في شاب غريب أنقذها بدون ما يفكر في شيء سوى إنقاذ إنسانة في خطر. في عالم مليان أخبار سلبية، بتيجي القصص العظيمة دي عشان تثبت لنا إن الخير لسه موجود، وإن الشجاعة الحقيقية مش محتاجة كلمات رنانة، دي محتاجة أفعال بتظهر وقت الشدة. المواقف دي هتفضل دايما مصدر فخر وإلهام، لأنها بتعكس أجمل قيم الشهامة والرجولة. في النهاية الحقيقة المؤكدة هي: البطولة مش محتاجة شهرة ولا كاميرات، كل اللي محتاجاه هو قلب شجاع وقرار صحيح في اللحظة المناسبة. خلاصة القصة يا شباب: إحنا قدام بطل حقيقي أثبت للعالم كله إن الأفعال أبلغ من الأقوال، وإن إنقاذ الأرواح مش محتاج تفكير، محتاج بس نخوة وشهامة وقلب أسد. ودلوقتي جينا للحظة الحسم، وعندي سؤال مفتوح ليكم وأتمنى تجاوبوني عليه بكل صراحة. لو كنتم مكان الشاب ده وفي نفس الموقف المرعب، هل كنتم هتقفزوا في المياه بدون تردد لإنقاذ شخص ما تعرفوش، أم أن الخوف والتردد كان هيجعلكم تكتفون بالمشاهدة؟ شاركونا آرائكم النارية في التعليقات تحت، أنا بقرأ كل تعليقاتكم. وقبل ما نقفل بذكركم للمرة الأخيرة: اوعوا تنسوا تصلوا على النبي محمد صلى الله عليه وسلم في الكومنتات. وطبعا لو عجبكم الفيديو اخبطوا اللايك المتين واشتركوا في القناة وفعلوا الجرس عشان نفضل دايما معاكم بأقوى القصص والأحداث. سلام يا أبطال.